الاستنفار الأمني يسيد الموقف في مدينة الحسيمة المغربية التي تشهد احتجاجات بين حين وآخر للمطالبة كما يقول المحتجون بتنمية منطقة الريف. المنطقة شهدت مظاهرات مع بداية شهر رمضان احتجاجا على ما قالوا إنها اعتقالات طالت مجموعة من النشطاء. التظاهرات تلت أحداث الجمعة الماضية التي وقعت فيها مصادمات بين قوات الأمن المغربية ومحتجين على خلفية محاولة اعتقال القيادي فيما يسمى الحراك الريفي ناصر الزفزافي بعد أن قاطع إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة وتسبب في اندلاع المواجهات. المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قال إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت خلال اليومين الماضيين نحو 20 شخصا للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون. تحريات الشرطة القضائية وفقا للمدعي العام أفادت أيضا بتوفر شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعما لوجستيا من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المغرب وزعزعة الأمن. ومنذ 6 أشهر يشهد إقليم الحسيمة بمنطقة الريف الواقعة على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد تظاهرات واحتجاجات منذ مقتل بائع سمك داخل شاحنة نفايات أكتوبر الماضي.